وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله انا هعمل لكم فيه اللحمه المفرومه المعصجه. وانا كنت عملتها فيديو قبل كده في القناه، بس انا النهارده هضيف لها حاجه، مكون يعني مش مكون، يعني حاجه من الخضار تزود لها القيمه الغذائيه وتكتر الكميه، وولادنا مش هيحسوا بطعمها واحنا وهي في اللحمه يعني. فدلوقتي انا هقول لكم المكونات. انا جايبه ربع كيلو لحمه، ده اقل كميه يعني ممكن نعملها، وممكن انت تزودي بقى ايه زي ما انت عايزه. الحاجه اللي انا ضفتها المره دي اللي هي بتنجانيه رومي. بتنجانيه الرومي دي انتوا عارفين الفايده العاليه اللي في البتنجان الرومي. انا هحطها النهارده حاجه اضافيه يعني. بس هبشرها، انا مش هقطعها قطع، انا هبشرها عشان ولادنا ما يحسوش بيها، وهتضيف بس القيمة الغذائية وتزود الكمية. وجايبة طماطمية يعني وسط كده، وبصلاية كبيرة معقولة يعني، وفلفل أخضر زي ما انت عايزة بقى. وانا عشان صغير شوية عندي النهاردة، فانا جايبة منه كام واحدة يعني. هنقطع المكونات بقى كلها ونضربها في الكبة. بس قبل ما اقطع المكونات في الكبة، انا بقول لك باكد تاني عن البتنجانية دي تبقى مبشورة، عشان ما ايه ولادنا ما يحسوش بيها وهي في اللحمة. هخلص وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي بقى، انا قلت لكم ان انا ايه هضرب المكونات كلها، هقطعها يعني في الكبة. انا بشرت طبعا البتنجان قبل ما بتبشريه بتقشريه، احنا مش عايزين القشرة. بشرناه اهو. وضربت بقى كل المكونات دي، ضربتها في الكبة. دلوقتي بقى انا هاخد اللحمة والحاجة، وهروح على البوتاجاز والمكونات كلها، واروح على البوتاجاز نعمل اللحمة المفرومة مع بعض ان شاء الله. بس هي بقى عايزة اقول لكم يعني تحطوا اللحمة الاول، تحطوا البصل الاول، مفيش مشكلة. انا النهاردة هبتدي باللحمة عشان اديها صدمة الاول، وبعدين هقوم ضيفة لها البصل، بس عادي كده او كده مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى معايا. دلوقتي بقى احنا حطينا الطاسة على البوتاجاز، وحطينا مادة دهنية، اي مادة دهنية انت عايزاها. وانا هحط اللحمة على طول اهي، هديها بس صدمة، وبعدين اقوم ضايفه لها البصل بعد كده. دلوقتي بقى يا حبايبي انا اديت اللحمة صدمة اهي. وعشان كده هي بس بتدي لها الصدمة دي على نار عالية سنة، يعني مش عالية قوي بس عالية نوعا ما يعني. اول ما اللحمة لونها يتغير تقومي حاطة البصل على طول. هنديلها برضو تقليبة بسيطة كده، ونحط البتنجان بعدها. دلوقتي بقى بعد ما ضفنا البصل للحمة وادينا له تشويحة كده، هنحط بقى على طول البتنجان. والبتنجان مش هيبان خالص فيه، وكميته هتقل كتير عن كده. وبعدين هنحط الفلفل كله بقى ورا بعضه كده. وبعدين هنحط الطماطمايه اللي احنا ضربناها او بشرناها. الطماطمايه دي بقى ميزتها ان هي بتدي للحمه تسكيره حلوه قوي. هنقلب كويس كده. دلوقتي ضفنا الخضروات كلها يا حبايبي على اللحمه المفرومه، وفاضل لنا حاجه واحده بقى اللي هي التوابل. هنضيف بقى ايه زنجبيل، يعني شويه زنجبيل صغيرين قوي، وكزبره ناشفه، وبابريكا، وحبه قرفه صغيرين قوي، وفلفل اسود. اما الملح بقى لما بتستوي اللحمه خالص، عشان الملح انتوا عارفين ان هو بيعطل تسويه اللحمه. فدلوقتي هنضيف التوابل ونسيب اللحمه تستوي بقى. ده يا حبايبي بقى شكل اللحمه المفرومه بعد ما خلصت. شكلها جميل جدا وطعمها رائع، والبتنجان طعمه مش باين خالص، بل بالعكس ده مزودها جمال اكتر. حاولوا تجربوها بقى ان شاء الله هتعجبكم جدا. يا رب بقى ما تنسونيش يا حبايبي في لايك وشير واشتراك في القناة، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.